هم علولة اللي انتبهوا كاكي إلى فكرة ضرورة استنبات الظاهرة المسرحية اللي هي عبارة عن فن دخيل عاش في أوروبا أكثر من 25 قرن. يأتي اليوم الجزائر باش يعاد استنباته بواش بالخصائص الجمالية والفنية والذوقية والاجتماعية والثقافية والتراثية كلها باش يولي جزائري كهدف. بعد 73 تخربشت الدنيا، انتصرنا في حرب 73، بدات شويه واحد القوه العربيه. من التجارب اللي قادها علوله انه رجع للثقافه الجزائريه. علوله كان يمشي للسوق يحط المذياع ويسجل القوالين، يرجع للدار يلقى الصوت نتاع القالمات بزاف. عندنا في الجزائر في ذاك الوقت هنايا يفوتوا القالمات بزاف، ما كان يسمع والو. اهتدى الى فكره وهي خاصه به وقال فاعليه القول الاذن تختار ماذا تسمع. مليح انه الاذن تختار ماذا تسمع. ثاق باللي لما تكون في حلقه في وسط السوق خاصه في الغرب الجزائري مداحين وقوالين، لما يدوروا الناس ويقعد المداح في الوسط الحس بزاف. لكن لما الأخت ماريا تجلس في حلقة وتقرر أن تسمع لي أنا ستسمعني صحيح، لكن إن لم تقرر أن تسمع لي فستسمع كل تلك الضوضاء. قوة الانتباه. من هذه الفكرة بطبيعة المجتمع الجزائري اللي كان فيه ما يسمى بالحياة الجماعية. نبدوها من الأول نجو نهبطوا ناكلوا في قصعة قديما، نصلوا مع بعضنا جماعة. المسيحي يكفي أنه يوقف ويدير الصليب نتاعو وصلى. العربي المسلم يصلي جماعة، يأكل جماعة، أفراحه جماعة، كل مناسباته تدار عن طريق الجماعة. قال أروح ندي من التراث الشعبي العربي والجزائري ونحط فكرة جديدة. أدى الحلقة، لكن الحلقة كأسلوب شكلي. وأنا نفتح قوس ونقول كل رسالة لكل المسرحيين في الجزائر والعالم العربي، لأنه أنا لا أؤمن بفكرة تسمية الأشياء بغير مسميات. الحلقة تسمى حلقة ما تسمىش مسرح. ولا داعي لأن تنقلب الأمور. كاين بعض الدارسين يسموا المقامات مسرح. المقام الثقافة الوحيدة في العالم اللي عندها مقام هي العرب اللي عندهم مقام. لا تروح تسميها أنت مسرح، أعطي للشكل التعبيري اسمه. ادى الحلقة وبدأ يخاطب الناس بما يستوعبون، مواضيع أطروحات لغة. صح، أنا حبيت نركز على لغة. نفس التجربة دقيقة أستاذ باش نضرب الفكرة. نفس التجربة اللي دارها توفيق الحكيم في مصر. قال لك اللغة الفصيحة نخبوية صحيح، ولكن اللغة السوقية توصلنا إلى الهلاك. يعني ماذا لو وجدنا لغة وسطية تستطيع أن تتفق فيها قوة اللغة بسلاستها، بالمقابل سوقية اللغة أن ترفع قليلا. دار تجربة اللغة الثالثة توفيق الحكيم وذكرها في قالب من المسرح في الكتب نتاعو الشهيرة، واهتدى لها علولة في أنه ولا يفصح الدارج ويدرج الفصيح ويخليه في مستوى وسط. دارجة مهذبة. نعم. وهو علولة يقول يعني زيادة عن كلام الأستاذ، علولة يقول أنه بالنسبة للتجربة هو يعني وين بالنسبة ليه يعني ويتكلم معاه ما هو الشيء اللي يعني أثر فيه أكثر. هو من ما مشاو بمسرحية الميدان، مشاو لأنذاك كانت الفرقة تمشي مسرح الجهة والوهران أنذاك تمشي إلى القرى الاشتراكية، كانوا عروض القرى الاشتراكية. وهو يحكي أنهم مشاو إلى قرية من القرى الاشتراكية وحطوا العتاد كل شيء مسرحية الميدان. وهما بدأوا الوقت وين مشاو ينطلقوا في العرض كاين مجموعة من الجمهور، مجموعة لاباس بها أعطت لها العرض بالظهر. يعني ما كانش يشوفوا العرض ولكن أعطوا العرض بظهرهم. منين ما مشى عندهم قالوا لا، قالوا كيف انتم يعني ما راكوش تشاهدوا العرض مباشرة وراكو تعطيوه بظهر، ما عجبكمش العرض؟ قالوا له لا، احنا نحب نسمع فقط. احنا نسمع ومن السمع نتاعنا الشيء اللي تقولوه احنا عارفين واش يعني تعشق الأذن قبل العين أحيانا. وهو من هنا نوعا ما يقول أنه الشيء هو اللي يعني نبهوا أنه قوة السمع. وهذا التياتر دو ليكوت يتكلم عليه في نظر كذلك. هذه قوة السمع، مسرح السمع. هذا مسرح السمع ممكن أنه يؤدي وظائف أخرى، لأن الإنسان من ما يسمع هو اللي يخلق يعني كل ظروف العرض في مخه. يعني أنا بكل صراحة صارت لي شخصيا أول مرة شفت مسرحية الأجواد ونشوف جلول الفهيمي يجري ويتكلم عن وانا متبعه مرتكز فيه وقاعد نسمع في النص فقط، ما كنتش نشوف العرض. وجلول الفهيمي يتكلم وهو يجري داخل المستشفى. انا نقول لك بكل صراحه واقولها للشهاده، كنت نشوف تخيلت مشهد مدينه برج منايل. كنت نشوف في المستشفى وانا خلقت المستشفى نتاعي اللي نعرفه ومشيت الى اخره. ربما يرجع لقوه الاداء. وهذا يتكلموا عليه يعني وعلوا يعني غاص كثير في البحث على هذا المستوى. ويقول انا مسرحي كلام والكلام مسرح، ولكن
الشيء اللي الناس ما يعرفوش ان علولة دراماتورج وكاتب، وكان يتكلم أستاذ على العمل اللي هو يقوم به على مستوى اللغة. لو كان شفنا حمق سالين كنا نشوف كيفاش علولة يتعامل مع اللغة بدقة وبكل التفاصيل، حتى في الأجواد. كل التفاصيل. ايش اللي يخلي مثلا علولة في الأجواد انه يتكلم عن المفاصل بالتدقيق. صحيح. هذا يعني علولة يعني يروح بالتدقيق على مستوى السرد، يعني او نيفو دو لا ناراسيون كاين نوع من السرد مدقق اللي ما يخليش الجمهور تروح له اي حاجه. يعني علامات الربط لي زيليمون دو ليزون في السرد علولة يخدمهم بقوه، هو الشيء اللي يخلي بالنسبه لي اذا المستمع، ما نتكلموش على المتفرج، صحيح، نقول المستمع يتخيل المشهد وغير المشهد. وهذا يدخل في تقاليدنا، لأننا عندنا تقاليد كبيرة وقوية في تقاليد السمع. احنا الشعب كنا نسمع كثير، نسمع الأغاني، يعني ما كناش نشوف كثير، لأن المحيط من قبل ما نوصل اليوم للتكنولوجيات إلى آخره. اليوم ندخل في سوبرات عندك عرض مسرحي، يعني بعد قبل ما ندخلوا في عالم التكنولوجيا احنا الشعب كنا نركز. صحيح، يسمع قصص الأجداد الجدات، كنا نسمع كثير. وفي الليل الجدة ما عندنا إلا صوتها اللي رن، وكل باقي كل شيء مظلم، يعني ظلام، وهي تسرد لنا في القصة. اليوم أمور أخرى. الآن السؤال كيف علولة لو كان الله يرحمه يعني منا، كيف راح يستمر في هذه التجربة وفي هذا عالم التكنولوجيا، وعالم وين النظر يطغى في رأيي أكثر عن السمع؟ كيف راح تكون المعادلة؟ نشوفوا هذا التساؤل بعد قليل نسمعوا، بعد ما نشوفوا الأجواد، وإحنا بعد ما حكينا عليها نشوفوا هذه المسرحية، مسرحية الأجواد، ونقول المعجزة اللي خلقها علولة في هذه المسرحية ومسرحيات أخرى راجعين بعد مسرحية الأجواد. المنصور سرحوا في تقاعد ريح من الخدمة، وقف عند الآلة حيران حقوقها الردمة، تنهد وعندها تقول
بيناتهم كلمة. تحية مجددة لكامل مشاهدينا الذين انضموا إلينا اللحظة. مواصلين معكم في مداخلة للأستاذ حليم، تفضل، حول مسرحية الأجواد. الأجواد هي واحدة من ثلاثية أو ثلاثة يسموها ثلاثية علولة، اللي هي الأجواد، اللثام، والجوال. واحدة من اللثام، صح. نعم، ثلاثية اسمها ثلاثية. حتى في الكتاب لما طبعت مؤخرا وأنا طبعت بواحد كتاب كبير في الثلاثية. هي عبارة عن مشوار تصورات فكرية لعلولة أراد أن يطبقها في الجزائر. فقط قبل أن يتحدث عن الوقت تحدث عن توجهات عبد القادر علولة. عبد القادر علولة كاتب مسرحي فذ، يعني ما نحكيش على أسلوبه اللغوي، ولكن أطروحاته اللي مدها في راسه ذكية جدا. ذكية. كاين واحد الصراع راهو صاير احنا في الجزائر ثقافيا، نتحدث عن أمور أخرى. كان يقبل فكر علولة الفني، كان يرفضه. كان جماعة راحوا درسوا في الخارج، شوفوا الفكر نتاع المدرسة الانفعالية، يقول لك علولة راهو يتزنبق هنا وهناك، ما يهمناش. أقول بكل بساطة علولة جعل الناس تحبه بسبب بسيط، أن مواضيعه عبارة عن، أو شخصيته عبارة عن شخصية جزائرية بسيطة جدا. من الواقع الاجتماعي الجزائري. هذا شوف مشهد تاع جيل الفيلم يتحدث عليه الأستاذ مش قبلي. واحد يخدم في سونتر، مش منطقة مستشفى، في كيف يسميهم هذوك أساس غسال في الموتى في هذوك السونترات اللي كان دارهم بومدين على ليبوك في الوقت هذاك. لاحظ الجرأة نتاع علولة. شخصية تشتغل في مكان محدد المعالم سينوغرافيا. الوضع الذي ينقله لك بخطابه القولي خطير جدا. جرأة على الكتابة، قدرة على خلق النموذج البسيط. لو كان عندنا الفرصة مع الزميل المخرج، شفنا الجمهور الجزائري في نفس الأمر لما تصورت الأجواد كانوا صوروها وكانوا يشوفوا ردة فعل الجمهور. الناس كانت تتفرج علما أن المسرحية تعدى 3 ساعات. 3 ساعات في الجائزة الأولى في مهرجان في تونس، ما نذكرش اسمه بالضبط، ولكن المسرحية فعلا تحمل هموم واقع اجتماعي مؤلم جدا. سكينة تخدم في مصنع تمرز بالباتاكس هذيك، وش يصير لها من بعد. شوفوا الإنسان اللي هدى الهيكل العظمي نتاعو للمدرسة اللي كان يدرس فيها، مش نذكر حتى باش يقروا بها الأولاد من بعد. الذكاء علولة في إعطاء الصورة الاجتماعية وتقاربها من الجمهور كان قوي جدا، بدون أن ننسى توجهاته السياسية معروفة. كان يعتقد أن الاشتراكية هي نسق يقدر يخرج البلاد إلى بر الأمان في مستوى معين. داير أصيب بخيبة أمل كبرى بعد 88 لما سقط النظام الاشتراكي في الجزائر، ودخلنا فيما يسمى بالليبرالية الجديدة عن طريق التعددية الحزبية. قبل 94 وتوفى في 94 تم اغتياله. حول تساؤل سيد فطموش اللي سألته، أنه ربما قلت أنه فكرة علولة اللي ركز كثير على حاسة السمع. اليوم في ظل التكنولوجيا قلت انه مش كان راح يدير ربما في ظل التكنولوجيا اللي تركز اليوم صح على النظر قبل ربما السمع. أقول لك بكل صراحة، أخيرا المسرح العالمي بصفة عامة وبما يسمى بالمسرح الحديث حاليا في أوروبا هما يتجهوا لفكرة علولة بطريقة أخرى. لأنه حاليا نشاهد مثلا، هو كاين في الحقيقة صراع لغوي دولي. أنا بكل صراحة مثلا المسرح الفرنسي عندما تشوف في مسرحية يلعبها ممثل كبير من الكوميديا الفرنسية تحت عنوان لا برنسيس دو كلاف، التي من البداية إلى النهاية ما هي إلا سرد لكتاب 450 صفحة. خطاب مباشر والناس تصنت. لأن حاليا أظن أنه في فرنسا هناك تساؤل حول ما يسمى بتنقية اللغة، لا بيغوتي دو لا لونغ. شافوا أنه الشيء اللي راه صاري مع لي بونليو مع لاخور لارغو والليزافريكان لما يشبه ذلك، أنه كأنه اللغة الفرنسية فقدت من جماليتها وفقدت من نقائها من ريقها. ولهذا بالنسبة للشباب الفرنسي الجديد يجب أن يرجعهم إلى اللغة الراقنة، لغة فولتير ولغة لا برنسيس دو كلاف، لغة كورني، وليس هناك إلا المسرح الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة. إذن علولة بالنسبة له إذن العمل اللي هو يقوم به على الحاسية واللغة هو عنده يعني هدف أساسي أننا نرجع. خاطر الناس يتكلموا علولة والحلقة، علولة فات الحلقة، يعني الحلقة تكلم عليها طيب صديقي استعملها وفات. علولة بقات الجرأة تاعو بالنسبة للمنظومة الأساسية
للمسرح السمعي، لأنه هو يحب يرجع إلى تراث، يرجع إلى تقليد، يرجع إلى مسرح جزائري حقيقي، مسرح يعكس الواقع افريقيا الشماليه، يعني الى مسرحنا الحقيقي اللي تعودنا عليه. احنا وسمعنا جداتنا كنا ندير مسرح، يعني هذا كل مسرح، وسمعنا البراح كنا نديروا مسرح، وسمعنا حتى السيده التي عندما تعمل الحنه وهي تبوغر هذا مسرح كذلك. يعني هذه الاشكال الكل انا اظن علوله يعني تسمح لي دق ناقوس الخطر وهو يقول ويلكم مسرحنا في خطر، يجب. وهذا هو الشيء اللي ربما انا بالنسبه للمهرجان الدولي ان شاء الله سوف يكون موضوع واسع حول كل الاشكال التعبيريه المسرحيه في افريقيا الشماليه. وربي عالم شحال المسرح الجزائري ثري جدا، والمسرح المغاربي بصفه عامه، لان احنا رايحين انا نقولها اليوم في متاهه كبيره مع المسرح الاوروبي والمسرح الغربي اللي هو الى يومنا هذا مازال ما صابش، يعني هو كذلك راه يتخبط، مازال ما صابش. واليوم يتكلموا على التياتر كونتمبوران، المسرح الحديث، ويتعاملوا مع النص، بداوا يرجعوا يتعاملوا مع النص، يتعاملوا مع هذا المسرح السمعي اللي هو يتعامل، اللي هو يتكلم عليه. زيد فاطموش، انا زيد نقطه، لانه كل حاجه تدرس بحساب سياقها. احنا نحكوا على المجتمعات العربيه عموما، مجتمعات من عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن نخاطب يعني حتى الرساله المحمديه جاءت في شكل خطابي مباشر. عندك الامام كل جمعه انت تتلقى الخطاب عن طريق السمع الشفهي. في كل عاداتنا عندنا ولي الامر الخليفه من العصر تاع بكري ورواح. اخت مريم في الثمانينات الشعب الجزائري 20% عنده تلفزيون. صحيح. الناس ما عندوش صوره، تعتمد على المذياع من 1956 57 لما فتحوا لنا الاخ مسعودي فتحوا لنا القناه الاذاعه الجزائريه في القاهره واحنا نسمعوا. الجزائري تربى على ثقافه السمع والاستماع، كان يحكي لك الحدوثه، القصه القصيره، الحكايه، كان كل شيء يروى عن طريق السماع. ثقافه التلقي بالنسبه للجزائري كانت ثقافه مسموعه. هناك اشكاليه اليوم تتحط في واقع الحياه اللي نعيشها. الان الفضائيات فتحت ابوابها بشكل رهيب جدا. لأن ما موقع المسرح هذه ربما نوجه لك طلب خاص، حلقة خاصة مستقلة. مواقع المسرح اليوم ما هي التحديات المفتوحة خاصة في ظل قوة الصورة. كانت الأفلام الإسبانية، المسلسلات الإسبانية، انتقلنا البرازيلية ثم السورية ثم التركية، وكل واحد يدقق في قوة التكنولوجيا الحديثة اللي يعبر بها على مستوى الطلعة، على مستوى الصورة. يعني هناك صراع، وهنا الواقع نتاع المسرح اليوم هو لا يتماشى مع هذه المتغيرات وهذه المتطلبات بشكل رهيب جدا. يعني انك تدخل في معترك انك تقنع الانسان باش يخلي 5000 قناه قدامه على حوالي 6 أو 7 اقمار اصطناعيه في لحظه واحده، يخير ينتقل من MBC الى قناه واحده اخرى ما باش يسموها، من الجزائريه الثالثه الجزائريه على قمر اصطناعي واحد اخر. بالتالي تحدي كبير جدا. علوله قام بواجبه، وهنا باغي نفتح قوس اذا سمحت لي. تفضل. ما يحقناش اي حال من الاحوال نتحدثوا على علوله بلغه اليوم، هذا أمر غير علمي غير أخلاقي. علولة كتب في الثمانينات ثلاثيته، كتبها في 84 و85 و89 كملت ثلاثية علولة. إذا بغيت ترجع باش تشوف الأجواد هذه اللي شفناها هذول قبل قليل مع جلول الفهيمي، أرجع للجزائر في السبعينات الثمانينات. في تلك الحقبة كانت تعبر عن تلك الصورة، لا تربط حدثا أو إبداعا كتب في زمن معين وتسأله لما لم يعبر عن واقع نحن نعيشه اليوم. بالتالي الأمر فيه جدلية رهيبة جدا. علولة قام بواجبه بكل الذي حدث، استلهم التراث الجزائري، استند على شيء مهم جدا. احنا نسمعه صح، احنا مجتمعات تربينا انه نسمعه ما نشوفوش. وزيدك حاجه واحده اخرى جدا مهمه، تحدث الاستاذ فاطموش وقال السرد، وانت عجبني الكلمه هذه. احنا لما نتكلموا ما نتحاوروش، نحن شعب لا يتحاور. في كتاباتنا القديمه نرجع ما نحكوش على العرب مثلا عموما، الشعر الجاهلي قصيده واحده فيها حوار. ترجع المعلقات امرؤ القيس، لبيد، زهير، كلها معلقات فيها استقلاليه البيت. يعني في المعلقة العربية القديمة لا يتحاور، فيها شخوص تتحاور. ترجع من بعد العصر الجاهلي تاريخ الشعر العربي ككل، في حين أنه المسرح الإغريقي هو عبارة عن قصائد غنائية حوارية. يعني سوفوكليس لما تقرأ أوديب جابها من الإلياذة والأوديسة. الأوديسة باعتبارها ملحمة هي عبارة عن قصيدة شعرية 33 أنشودة، في كل أنشودة 100 بيت، ولكن حواري. سوفوكليس لما كتب أنتيغون كتبها بشخوص تتحاور فيما بينها. نحن في المجتمعات العربية لا نتحاور فيما بيننا، بالتالي أسقطنا في شكل أو نموذج تعبيري طبيعي اجتماعي اللي هو أن نخاطب
والناس تسمعنا، وهذا ما جاء به علولة وكثير من المسرحيين. حتى لما تلحقي تجربة عزيز المجوبي رحمه الله، فهو يستعمل أسلوب مباشر. تجارب سونيا اللي قدمتها أسلوب مباشر. معظم مسرحياتنا عبارة عن أسلوب مباشر نخاطب فيه الجمهور. والحاجة المليحة أن الجمهور يسمع لك، مستعد باش يسمع لك، لأنه في تركيبته الاجتماعية هو شخص يستمع. المتلقي في الثقافة الجزائرية وحتى الثقافة العربية يقدر يسمع. تجارب المسرح القومي المصري مثلا، ترجع مثلا لعادل إمام، يتكلم أكثر من أي إنسان آخر في مسرحياته كلها التي قدمت في المسرح القومي المصري. هو يتخاطب عن طريق اللغة، وما يثير الضحك أكثر من 95% مما يثير الضحك في مسرح الكوميدي تاع الإمام هو الخطاب اللغوي. نحن مجتمعات نسمع قبل أن نرى، ودخلنا معترف جديد وأن نرى قبل أن نسمع، فكيف سيكون حال المسرح مستقبلا؟ السؤال هذا التساؤل شيء جميل، لأنه المسرح هو وليد البيئة اللي راح نعيشوها في فترة زمنية معينة. اليوم واقع المسرح الجزائري وتحدياته اليوم في ظل التكنولوجيا الكبيرة اللي ربما خلت أنه الشباب يعزف نوعا ما عن الولوج إلى قاعات المسارح. واقع المسرح اليوم حاليا كيف ترى؟ أولا نحن في 2013 ومنذ سنين على الأقل 10 سنين نحن نعيش في عالم الانترنت، يعني عالم آخر وين يعني ما بقاش كما نقولوا ما بين قوسين ما بقاش حرمة للفرد. الفرد هو يعني تنكب عليه ملايين وملايين من المعلومات. واليوم الشباب الجزائري، الشباب اللي هو يمارس حاليا المسرح، هو مبعثر في كل التجارب المسرحية. أنا كل ما نتكلم معهم يعني هم في تجارب عدة، كاين اللي يطلعوا لأن الانترنت تحط الرزة على القفلة عندك ألوف وألوف من المعلومات، من المسرحيات، من التجارب المسرحية. واليوم عندنا شباب يتخبط. أنا أظن رانا في ورشة كبيرة. أنا حاليا نشوف أن نحن في ورشة كبيرة، وهذا يظهر في بعض الأحيان في بعض العروض. كاين بعض العروض اللي تستعمل 3 4 حتى 5 أشكال مسرح، كأنها تريد أن تجعل نوع من الضغط بالنسبة في السيلوغرافيا بالنسبة للأداء. وأنا أظن أنه الشباب الجزائري اليوم وهو في هذا الفترة نتاع هذه ورشة كاملة، أكيد أنه ممكن أن يخرج يعني بتجارب قريبة مما يمكن أن يعمل بالنسبة للمسرح الجزائري. ولكن يجب أن نحذر أنه حاليا هذه مجموعة المعلومات ممكن أنها تثير الكثير، ما نقولش من الخطأ، ما نقدرش نحكم، لأن المسرح بشكل مفتوح، المسرح هو الحياة، المسرح يعني ما نقدرش نقولوا مثلا أن المسرح يجب أن يكون هك ولا يكون هذا الشكل ولا يكون هذا الشكل. حاليا هناك ورشة، ولكن يجب أنا شخصيا على الفنان الجزائري اليوم أنه يشوف كيف نعمل من مسرحنا كذلك نوع من المسرح العالمي، يعني تكون عنده الخاصية تاعه ولا يغرق في هذه المتاهات ونرجع يعني بلد بدون مسرح. ونطا دو تياتر، يعني قاعدين اليوم رانا نخدموا هاك غدوه. يعني انا نظن انه جميل ان تكون النوعيه، جميل ان تكون تعدديه في الاشكال، ولكن اجمل ان الناس تبدا تبحث عن لولا بدا ودار اللي عليه كما كتكلم الاستاذ. انا اظن انه اليوم الجامعيين الجزائريين، النقاد في الجزائر وبالخصوص الجامعه، انها تبدا تفتح، انا نظن تفتح ورشه كبيره وتساؤلات كبيره. كيف رايح يكون الشيء اللي راكي تقوليه؟ كيف رايح يكون المسرح في الجزائر؟ واش رانا رايحين نطلعوه كمسرحيات؟ واش رايحين؟ يعني انا في رايي انه شخصيا بكل صراحه راني قريب 35 سنه مع الممارسه، نبدا نطرح تساؤلات ونقول يجب ان نجد كما يقولوا بعض الاجوبه. وممكن اننا ماشي معناتها اننا الرجوع للتراث هو الرجوع للوراء. انا اظن انه بالنسبه لي الرجوع
للتراث والبحث في التراث هو العصرنة، هو باب العصرنة واستشراف للمستقبل. أنا أستاذ بقى فقط باش ما تهربليش الفكرة لأنه واقع المسرح الجزائري نحكوا بصراحة ولا ما نحكوش بصراحة؟ طبعا بصراحة. عندنا ناس تتصور أنه الفنان أي واحد يقدر يكون فنان. حبيبي لا، الفنان المسرحي اللي مش فاهم واقعه الاجتماعي ما يقدرش يكون مسرحي. صحيح. واحد يجيب لي يقول لك انا حبيت نعالج ظاهره الحرقه، نعطيك مثال. في الجزائر قدمت 50 مسرحيه في الحرقه هذا العام اللي فات. ولا واحد فاهم ظاهره الحرقه علاش جاي. تشوف العمل المسرحي باش يبدا باللي عنده ظروف اجتماعيه مؤلمه، ما لقاش وين يخدم، لازم يحرق. من بعد يحرق في وسط البحر يتفكر امه، يتوحش يعاود يولي منين جا. ربما لا تستسهلوا، لا الواقع اكبر من هذا. اذا بغيت تعالج قضيه لازم انت تكون فاهمها، لانه انت كمؤلف او ممثل او مخرج او لست ادري ماذا ينبغي ان تحمل الرساله باستيعاب ثم تنقلها لجمهور المتلقين، تجربه فكريه لواقع معين. لا يمكن للفنان ان يكون فقط راقصا لاجل الرقص او رساما لاجل الرسم او مسرحيا لاجل المسرح، لا، الفنان يحمل منظومه فكريه عقائديه يخدم بها مجتمعه بعد بشرط الجوهري أن يكون فاهم الواقع. ما يقدرش واحد يكتب لي في داره مش فاهمها، المستحيلات مليون. عز الدين متجوبي نختصره، وش أضاف للمسرح الجزائري؟ أضاف كثير عز الدين متجوبي المسرح الجزائري. أنا نعطيك صفة واحدة من صفات عز الدين متجوبي هي جرأته الكبيرة جدا. عز الدين متجوبي شخصية مسرحية جريئة جدا، بصرف النظر عن خصوصيات الشخصية لأنه لا يحق لأي إنسان يتكلم عن خصوصيات الناس. يعني الشيء اللي يقدمه في المسرح عز الدين متجوبي شخص جريء. هو اللي قال في حافلة تسير الناس كل لما ولكن أنا لما والجمهور ربما شايف المسرحية. حافلة تسير واحدة من أكبر المسرحيات جرأة في الواقع الجزائري. سيد قادر وعارف شو يقول، مستوى بسيط جدا. اليوم احنا عندنا واقع مؤلم في المسرحية الجزائرية. نعطيك مثال فقط، حادثة وقعت ما عندناش بزاف في المهرجان مسرح المحترف. لجنة التحكيم تقرر إعطاء جوائز. تصوري جائزة أحسن ممثلة شكون يديها؟ كيفاش يدوها 5 ممثلات؟ كان واحدة ممثلة بارعة، أول مرة في تاريخ المسرح والمهرجانات المسرحية جائزة أحسن دور نسائي يديوها 5 نساء. هذا أمر لا يصدق. إذا كان لجنة التحكيم عاجزة على أنها تلقى أحسن ممثل في المهرجان فهذه مشكلة كبيرة، فما بالك عمن سيأتي لاحقا مسرحية تعطي جائزة أحسن ممثلة ل5 ممثلات. نبقى ربما هل هذا ما يرجعش إلى زيادة عنه ممثل بارع وكبير، هو كذلك مخرج رائع. أنا كانت لي تجربة مع مسرحية عالم البعوش اللي كنت كتبتها واقتبستها من مسرحية إبسن لعدو الشعب، وكان عز الدين متجوبي هو اللي قام بالإخراج، وتعاملنا ما يقارب 4 أشهر أنا وياه. وأنا أظن أنه وجدت في رجل يعني عنده دقة قوية ودقة كبيرة جدا في تدريب الممثل، لا ديريكسيون داكتور. الشيء اللي يميزه عن عدولة وعن غيره. عز الدين سيت ان براكتيسيان دو هوت غام، يعني عز الدين كما يقولوا ممثل رجل ميدان. عز الدين متجوبي ممثل مسرح ومخرج مسرحي، وممكن انه يدير الادوار للممثلين بطريقه بارعه، لاني شفت كيف يعني يقدم لهم كل التقنيات اللي هو تعلمها او اللي هو يعمل بها. رجل كبير الله تلقائي اقصى درجات التلقائيه. عز الدين متجوبي لما تشوفيه في كل مسرحياته رحمه الله يؤدي ادواره بكل تلقائيه. التراك عنده التراك معروف، الناس اللي تعرف المسرح التمثيلي يعرف التراك ولكن تلقائي. يؤمن بما يفعل، يقدم شيء على الخشبه. وديما نسأله هذا السؤال، ماذا قدمت في مسرحيتك؟ المسرحيه ليست مجموعه اضواء وموسيقى باهره هنا فوق الخشبه. المسرحيه بعد ان تنتهي احبائي المسرحيين ينبغي ان تترك ترسبات في نفس الانسان، سواء في مستواه العاطفي او في مستواه الفكري، خطابا انت تستلذ به. يعني ما الفرق بين المسرح المقتدر والطباخ المقتدر؟ كلاهما يعطيك ذوقا، أحدهما يعطيك طبخا تأكله والثاني يعطيك طبخا آخر تتلقاه ليصنع منك ذوقا. فكل ما نقدمه لنا هو كل ما يقدم هو أساس تذوقي، ما يبقى ما بعد الذوق. وهنا قيمة ما قدمه المسرحيون الجزائريون السابقون. أما اليوم فأخذ بأمر شكلاني أكثر منه مضموناتي. والله سيدتي أنا سعدت جدا بهذا السؤال. الواقع المسرح حينما يعتمد ويبحث عن الشكل وينسى القيمة الجوهرية للمسرح. الشكل مش مشكلة، الشكل يجي وحده. لما يكون عندك أشياء تقدمها على خشبة المسرح، موضوع زائد نقطة جد مهمة، لا يكفي الموضوع وحده، ينبغي شاكلة طرح الموضوع. كيفاش نطرح موضوع لما نهز موضوع معين، موضوع فساد، موضوع تقدم، موضوع إلى غير ذلك، لكن كيف أقدمه؟ كل الناس كتبت في الطلاق،
لكن كيف كتبته أنت؟ كل الناس كتبت في السرقة، لكن كيف كتبتها أنت؟ كل الناس كتبت في إلى غير ذلك. كيف أطرح موضوعا، وهذه نقطة جوهرية تغيب اليوم في واقع المسرحي الجزائري. أعطيك نقطة أخرى قبل أن أعطيك الكلمة إن سمحتي بذلك. طبعا أكيد. المسرح المحترف، أقول هذه للجمهور كله، المسرح المحترف ليس هو أعلى شأن من المسرح الهاوي، وليكن في معلوم الجميع أن المسرح الهاوي قدم تجارب رائدة جدا أقوى بكثير مما قدمه المسرح المحترف. وأضيف كلمة: الاحتراف ليس نيشانا تعلقه، مش قراب الاحتراف. الاحتراف أنك تأكل الخبز بالمسرح فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني قادر أي شخص هاوي يعلمك دروس في المسرح، لأنه الهاوي يحب ما يقدم عن طريق عشقه ولعه بهذا الفن، فيقدم لك مليون مرة أحسن ربما من يقدمه محترف. بالتالي هذه الجدلية ينبغي أن تذوب. وإن أردنا أن نعيد ترتيب بيتنا المسرحي علينا أن نؤمن أن الفنان المسرحي وذلك الشخص الذي يمتلك القدرة على فهم واقعه الاجتماعي الثقافي والسياسي وغيرها، ويقدمه في شكل يوعي به الناس. يصل حقيقة. عندما ذكرنا براعة وجرأة الكبير عز الدين مجوبي، راح نشوفوا جرأته وبراعته أيضا في أداء مسرحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع. نشوفوا بعض المشاهد منها ونرجع حتى نكملوا نقاشنا. وبقوا معنا مشاهدينا. هجوم عملوا ومشاو، وهم اليوم أفعالك تمحي إخبارك. أصحاب العقول يا ودات كيف ترشع الروح وين الفوق كيما قرينا ولا هنا على رسنا تحوم عراك من النار والحلقة وقفت تستقر. قال اللي رحمن واللي غفار ما قدامها في الروح. اللي رحمن واللي غفار ما قدامها في الروح. اللي رحمن واللي غفار ما قدامها في الروح. اخبطت الحاكي في البندير وشار للسماء. شوفوا للشمس كل يوم تولي تعري الكلام وتنقشوا على زد فكري. شوفوا للشمس كل يوم تولي تمحص الحروف المزربعة على صدري. وبعد الشمس واش قالت حاكي تشاو لامو. يا واللي ما تشادوا انسان غيره يشهد عليه، والانسان اذا تعكل هالبرق يمشيه. وبعد الشمس واش قالت حاكي تشاو لامو. اللي هبقوه ما ينابعدوه، واللي خاف الريح يديه يتضرق ورا صباعه. وبعد الشمس يجري كيفاه يمشي من عمره الخريف والخريف من وراه يعيط العام ناقص. وبعد الخريف واش قالت حاكي تشاو لامو. وبعد الخريف واش قالت حاكي تشاو لامو. وبعد الخريف واش قالت حاكي تشاو لامو. في قرن 15 الجاهل ولا الأصل؟ في قرن 15 الجاهل ولا الأصل. في قرن 15 الجاهل ولا الأصل. الصع ما يفصل في باس الباطل. في قرن 15 الجاهل ولا الأصل. يشارك في الشمس بحجار كحلة. في قرن 15 الجاهل ولا الأصل. خايف الضوء يعميه، خايف الليل يكسار ويريب عرشه. في قرن 15 الجاهل ولا الأصل. قال الحاكي. أويا عم يلعب شيخ كبير في قرية. قرية في جبل الهيل. شاف اللي زاد فيها، وصار اللي بغى يهدم. شاف اللي حفر البير، وشاف اللي ملاه دم المقتول غدرة. عم يلعب شيخ كبير في قرية. قرية في جبل الهيل. شاف اللي قال كلمة، وشاف اللي تخبى ورا الكلمة. عم العابد كتاب كبير في قرية. قرية في جبل الهيل. شاف اللي زاد فيها، شاف اللي عليها مات. عمي العابد اسكت 70 سنة
وبغى في مسافة الطريق يقول كل 70 شباب. احنا ما صدقناش الحكاية وعارفينكم هذا انه هيك. إذا نحييكم مجددا مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم وحديثنا الشيق حول المسرح اللي ولو فتحنا ساعات ما راحيش نوفوه حقه، ولكن فيه جزئية هامة حبيت تتحدث عليها سيد حليم حول مسرحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع لعز الدين الجوبي. نعم، الشهداء يعودون هذا الأسبوع. شوف المحطة التاريخية نتاعها، خذ العنوان وحده مش تعرف قمة الجرأة. ماذا لو، الخطاب موجه لكل جمهور المسرح، المواطنين الجزائريين ككل، ماذا لو عاد الشهداء؟ شكون هم الشهداء؟ أولئك القوم الذين دفعوا بأغلى ما يملكون من أجل أن نعيش نحن لحظات من الاستقلال والطمأنينة والسكينة. واش لو كان يعودوا يرجعوا السمانة هذه؟ لأنهم هم ماتوا، احنا ما سألناهمش، بصح ممكن جدا هم يسألونا واش درنا في البلاد اللي خلاوها هما أمانة عندنا. يعني واحد يدفع دمه وروحه باش تعرفي النقطة ربما اللي كنت نحكي لها قبل ما يفوت الفتيار، على أنه عز الدين الجوبي شخصية جريئة جدا، يتعدى ربما طابوهات الحديث العادي عند المسرحيين. تصوري معي بقت المسرحية عايشة حتى اليوم، طلعت ما عندناش بزاف الشهداء يعودون وتبقى تمشي. لا، لأنه الناس اللي ماتت من أجل هذا الجزائر أي قادر تجي تسألنا في يوم من الأيام، من المسؤول الكبير للمسؤول الصغير، من المواطن الكبير للمواطن الصغير، كلنا نسأل عن وطن يسمى الجزائر. شوف قمة الجرأة. ماذا لو عادوا وسألوكم يا قوم الجزائر ما حال هذا الوطن الذي دفعوا من أجله أنفس النفيس؟ أكيد تمرير رسائل مهمة. وهي كذلك ما نسوش أنها اقتباس لرواية كبيرة للأستاذ الله يرحمه طاهر، الكاتب العظيم طاهر وطاهر، وكان عملها الاقتباس الأستاذ محمد بن قطاف، والإخراج كان لزياني شريف عياد. يعني كانت مجموعة قوية جدا والناس يعني، والأغلبية نتاع الطاقم الفني كانوا شباب اللي تمدرسوا أكاديميا، وإذا كان العمل يعني موفق جدا. وكانت المسرحية أخذت الشكل الفرجوي، الشكل الفرجوي، شكل الحلقة، شكل المسرح الشعبي الجزائري كما نحبوه يعني. كما يقولون الناس ماهوش قضية بندير والطبل، لا، ولكن قضية إحساس داخلي غامض، ويعني نوع من الريفرنس قوية لمرجعيات لثقافتنا، لتراثنا، لفولكلورنا بصفة عامة. يعني. صح، الستينات، السبعينات، الثمانينات، ربما حتى التسعينات كانت المواضيع تقريبا متشابهة حول الثورة المجيدة اللي كتبوا عليها الكثير، سواء في الشعر، تغنوا بها ربما، وفي المسرح أيضا. فترة التسعينات اللي عرفت ربما ركود لظروف كل الجزائريين مروا بها ويعرفوها طبعا. اليوم الجيل الحالي ربما ما زال انه في مواضيعه المسرحية في النصوص هذه ايضا يتبنى الثورة التحريرية. ربما كنا نتحدثوا في الكواليس قبل قليل، قلنا انه الثورة مش فقط انه بالبارود نتحدثوا عليها، ولكن نقدروا نتحدثوا عليها باشكال اخرى ربما، او نشوفوا مواضيع أخرى اللي تهم أيضا. ثورة جميلة، وكان يجب أن تكون جماليات أكثر من هذه يعني. أنا أظن أنه أكيد أنه مش ضروري أننا منين ما نتكلم عن الثورة أو نعمل مسرحية عن الثورة أننا بطبع الحال ننطلق مباشرة إلى الرصاص وبارود وطيارة إلى غيره. أنا أظن أنه لقد كتب العديد من الروايات والكتب والبحوث حول الثورة الجزائرية اللي كان ممكن أننا يعني نتعامل معها وقادر ننتج أجمل أعمال مسرحية تاريخية ووثائقية كذلك، لأن الثورة كذلك وثائق. أنا لم أشاهد مسرحية مثلا وين نحس أنه كاين هناك عمل وثائقي لقضية من القضايا لقد جرت في أبان الثورة الجزائرية، وين ممكن أننا يعني نحدد مثلا فقط على القضية هذيك. يعني هذا كان يكون جميل، ولكن يجب إبداع، يجب دراماتورج،
وهذا كلام آخر ممكن أننا نتناقش فيه، يعني نتناقش فيه أكثر. هذا ما منعش أنه كانت كذلك بعض المسرحيات يعني اللي قدمت شيء جميل خلال الأعمال التي قدمت في إطار الخمسينية. في الثورة، في الموضوع المرتبط بالثورة موضوع جد وشائك ومهم جدا، ويعطيك الفهم الحقيقي لمستوى تطلع الشباب وقناتهم للثورة الجزائرية. أنا ديما نقول أنه اللي يكتب في المسرح مش مؤرخ، مش مجبر بس تجيب لي قصة حياة